هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 18 من ديسمبر. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم استهلالا بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي في الجزء الأول تعليقا حول تطورات الأوضاع بين السودان وإثيوبيا وما يمكن أن تؤول إليه الأمور في تلك المنطقة. أما في الجزء الثاني فنقدم لكم تقريرا بناء على ما أوردته الأمم المتحدة حول وصول مساعدات لمعسكرات اللاجئين في إقليم تيغراي، ونتناول أوضاع اللاجئين الإريتريين هناك. قبل ذلك مستمعات الكريمات مستمعي الكرام، استهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. ميليشيات إثيوبية تنصب كمينا لوحدة عسكرية سودانية في الفشقة. الأمم المتحدة تعلن بدء وصول الإغاثة إلى إقليم تيغراي. إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا، ورئيس وزراء إسبانيا يدخل فترة عزلة اختيارية. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية يقرأها لكم فتحي عثمان. أكد رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني وكذلك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن القوات المسلحة السودانية تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية في المنطقة الحدودية. وأضاف بيان القوات المسلحة أن الهجوم وقع أثناء عودة قوات من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل الأراضي السودانية، وأن القوات تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية. نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، مشيرة إلى أن الهجوم وقع مساء يوم الثلاثاء. ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد عرضت صورة لجندي سوداني تحت قبضة مدنيين إثيوبيين. الجدير بالذكر بأن منطقة الفشقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا محل تنازع بين السلطات السودانية ومزارعين وميليشيات إثيوبية منذ فترة طويلة، ويسوء الوضع فيها حاليا بسبب الحرب الأخيرة في إقليم تيغراي المجاور، حيث شهدت المنطقة نشاطا متزايدا لميليشيات قوميات الأمهرة في المنطقة، علما بأن الميليشيات التي تقوم بالهجمات داخل منطقة الفشقة تنتمي في أغلبيتها لهذه القومية التي تشكل الحليف الرئيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في حربه الأخيرة في إقليم تيغراي. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. أعلنت الأمم المتحدة أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، التي كان الوصول إليها ممنوعا منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مطلع نوفمبر عملية عسكرية ضد قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن زملائنا من برنامج الأغذية العالمي نجحوا في إدخال قافلة يوم الثلاثاء، وأضاف أن 18 شاحنة سلمت 570 طنا من المواد الغذائية. وأوضح أن القافلة توجهت إلى مخيمي عد حروش وماي عيني في تيغراي، واللذين يستقبلان بشكل أساسي لاجئين من إريتريا. وأضاف المتحدث أن حمولة الشاحنات تسمح بإطعام 35 ألف لاجئ لمدة شهر كامل، وستوزع في الأيام المقبلة. وتمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا من جهتها من إرسال قافلة أولى منذ يوم السبت إلى مقل عاصمة إقليم تيغراي بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية. وقال دوجاريك: نحاول أن نصل إلى الجميع دون وجود عقبات، وهو مجهود أساسي للوصول إلى السكان النازحين في تيغراي والذين بقوا في منازلهم يحتاجون أيضا إلى مساعدة بسبب النقص في الخدمات الأساسية. أيضا وللمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا الجزء الثاني
من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. أكد قصر الأليزيه في باريس إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، ولكن البيان الرئاسي لم يحدد كيفية إصابة الرئيس. وقال البيان بأن الرئيس سيدخل فترة عزلة مدتها أسبوع وسيمارس مهامه من مكان معزول. في نفس الأثناء قال رئيس الوزراء الإسباني بأنه سيدخل في عزلة اختيارية بعد لقائه بالرئيس الفرنسي. تأتي إصابة الرئيس الفرنسي بعد رفع حالة الحظر العام في فرنسا استعدادا لأعياد الميلاد، ولا زال حظر التجول المسائي من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا ساريا حتى مطلع العام الجديد. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إيرينا. ميليشيات إثيوبية تنصب كمينا لوحدة عسكرية سودانية في الفشقة. الأمم المتحدة تعلن بدء وصول الإغاثة إلى إقليم تيغراي. إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا، ورئيس وزراء إسبانيا يدخل فترة عزلة اختيارية. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي برنامج تعليق على الحدث، نتابع معكم آخر تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث نخصص الجزء الأول من حلقة اليوم لتناول تطورات التوتر في منطقة الفشقة على الحدود بين إثيوبيا والسودان، وتعرض وحدة للقوات المسلحة السودانية إلى كمين نصبه رجال ميليشيات إثيوبيون أدى إلى مقتل بعض هؤلاء الجنود. ونحاول تجاوز الحدث لرصد تداعياته المحتملة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها إثيوبيا ووصول آلاف اللاجئين من الحرب إلى السودان، ونلقي نظرة على الأوضاع الدولية في المنطقة. أما في الجزء الثاني فنتناول أوضاع اللاجئين الإريتريين في معسكرات اللجوء في إقليم تيغراي بعد إعلان الأمم المتحدة وصول المساعدات الغذائية لهم. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إيرينا. إلى أين يتجه التوتر في الحدود بين السودان وإثيوبيا؟ قالت وكالة السودان للأنباء في تقرير إخباري لها حول تعرض وحدة من القوات المسلحة السودانية لكمين نصبه رجال ميليشيات إثيوبية أن القوات المسلحة أصدرت بيانا حول تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من قبل قوات وميليشيات إثيوبية داخل الأراضي السودانية. أكدت فيه أي القوات المسلحة في بيانها أنها ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا وأثارها على البلاد من تدفق اللاجئين وعدم الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين. وقالت الوكالة أن القوات المسلحة قالت في البيان أنها اتخذت عدد من الإجراءات، من بينها السماح للاجئين الإثيوبيين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها، إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضي البلاد لانطلاق أي نوع من العمليات وحماية الأراضي السودانية من أي مهددات. وأشار البيان كذلك إلى تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل الحدود السودانية. وفيما يلي نص البيان الذي قدمته وكالة السودان للأنباء ونسبته إلى القوات المسلحة. لقد ظلت القوات المسلحة ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان، تمثلت في تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية وحالة عدم الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين. هذا الأمر الذي اتخذت حياله القوات المسلحة عددا من الإجراءات، كان من بينها السماح للاجئين الإثيوبيين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها تجاههم،
إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل الحدود السودانية بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في السودان لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات، وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات. ويواصل بيان القوات المسلحة السودانية القول مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 من ديسمبر 2020، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية. نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وعليه تؤكد القوات المسلحة أنها ستظل على العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة على حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا، ولن تسمح بغزو أراضيها، وستدافع عن شعبها حتى آخر جندي. المجد للوطن والجنة والخلود للشهداء الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نص بيان القوات المسلحة السودانية حول الكمين الذي نصبه رجال ميليشيات مسلحة إثيوبية لوحدة عسكرية تابعة للجيش السوداني في مساء يوم الثلاثاء الماضي. هذا الحدث يتم في ظل توتر تشهده المنطقة، خاصة بعد الحرب الأخيرة في إثيوبيا، والتي أعلن فيها رئيس الوزراء الإثيوبي انتصاره على قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأعلن كذلك بأن الوضع في الإقليم عاد إلى سابق عهده، وأنه تم تعيين حكومة جديدة للإقليم بدلا من الحكومة التي كانت ترأسها الجبهة السابقة. بالطبع أكبر المتأثرين بهذه الحرب وبشكل مباشر كان هو السودان، والذي استقبل وحسب التقارير المتوفرة آلاف اللاجئين الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إليه هربا من الحرب التي تشوبها مخاوف من مجازر وحملات تطهير عرقي، خاصة لمشاركة الميليشيات المسلحة لقومية الأمهرة إلى جانب قوات الجيش الإثيوبي. وهذا بالذات هو مبعث الخوف لدى السلطات السودانية، فالميليشيات المسلحة الإثيوبية ومنذ فترة طويلة كانت تفرض وجودها الملموس في منطقة الفشقة المتنازع عليها بين إثيوبيا والسودان. ويؤكد مواطنون سودانيون بأن مزارعين إثيوبيين مسلحين امتلكوا الأرض ذات الخصوبة الزراعية العالية، ومنعوا المزارعين السودانيين من الاقتراب منها، واعتمدوا على تسليحهم ودخولهم إلى عمق الأراضي الإثيوبية بدون تعقب. هذه إذاعة إرينا. على المستوى الرسمي لا يبدو أن هناك خلافات بين إثيوبيا والسودان حول المنطقة وملكيتها، وهي ليست خلافات كبيرة على عكس الواقع في الأرض، لأن الطرفان متفقان على الخطوط الأساسية لتسوية المشكلة منذ فترة طويلة، ولكن دون التوصل فعليا إلى حلول عملية على الأرض. للبلدين لجنة عليا تضم مجموعة متخصصة لتناول قضية الفشقة وحلها، وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أكد بعد انتهاء زيارته لأديس أبابا الأسبوع الماضي بأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سوف يتم تنشيطها بين الجانبين على أن تعمل في حل الإشكالات القائمة بين البلدين، خاصة في المسائل الحدودية. قبل ذلك راجت تقارير تؤكد بأن الجيش السوداني استغل ظروف الحرب التي دارت في إثيوبيا وقام بتنظيف منطقة الفشقة من وجود الميليشيات المسلحة. وتشير تقارير إلى أن التطور الأخير جاء ضمن حملة التمشيط التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية بعد إجلاء الميليشيات المسلحة الإثيوبية، وأن المجموعة المسلحة جاءت عبر الحدود وقامت بالهجوم ولم تكن مستقرة في المنطقة، مما يؤكد قيام القوات السودانية بتنظيف المنطقة من الوجود المسلح الأجنبي. ولكن ما هو تأثير مثل هذا التوتر؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بالطبع لا يمكن فصل هذا التوتر الحدودي بين الجيش السوداني والميليشيات المسلحة في إثيوبيا، وحسب تأكيدات مصادر سودانية متعددة
فإن أغلب الميليشيات المسلحة التي استولت على الأراضي الزراعية في الفشقة هي من قومية الأمهرة، وتأتي من غرب الإقليم ومنطقة ويلغايت المحاددة للسودان، وكانت تنشط في المنطقة عبر عقود من الزمن، خاصة في ظل غياب الآلية المشتركة بين السودان وإثيوبيا لحل الخلاف بينهما. والمنطقة أيضا تحادد إقليم بني شنغول، وهو الإقليم الإثيوبي الذي اكتسب أهمية متزايدة بعد تشييد سد النهضة فيه. إذن شكل غياب الآلية المشتركة بين السودان وإثيوبيا تاريخيا سببا لاستمرار التوتر المستمر في الفشقة، وهذا التوتر الأخير امتدادا لذلك الإشكال. ولكن في الحالة الأخيرة فقد تزامن مع مشاركة كبيرة لميليشيات الأمهار المسلحة في الحرب في تيغراي، والتي تقول الحكومة الإثيوبية أنها أنهتها بالكامل. مشاركة هذه الميليشيات في الحرب الأخيرة زاد من مشروعيتها، خاصة وأنها كانت تشارك إلى جانب الجيش الحكومي كتفا بكتف. والمعروف عن هذه الميليشيات كراهيتها الشديدة لميليشيات مسلحة موازية لها في إقليم تيغراي، خاصة مع تزايد الاتهامات لميليشيات تيغراي بالتوغل والاستيلاء على أراضي في إقليم الأمهرة. وكانت نفس هذه الميليشيات قد أعلنت استعادتها بعض المناطق المتنازع عليها، والواقعة شمال إقليم الأمهرة وجنوب وغرب إقليم تيغراي. وبعد الانتصار في هذه الحرب سيكون لهذه الميليشيات اليد الطولى في كل المنطقة مع السودان، بما في ذلك منطقة الفشقة، وسوف تدعم الميليشيات المحلية التي تواجدت في المنطقة على مدى سنوات. وأن هذا الوضع سيحظى بتواطؤ من الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، لأن الميليشيات الأمهراوية لا يمكن إغضابها بعد مشاركتها في الحرب الأخيرة. وهذا بالتحديد مما سيزيد من وتيرة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، حيث ستنظر الخرطوم إلى أديس أبابا كمشجع للميليشيات المسلحة من ناحية، وكمعرقل للتوصل إلى حل المشكلة الحدودية من ناحية أخرى. ولن ينفصل هذا أيضا من التوتر حول سد النهضة وما يتزامن معه من خلاف دولي، وأن إثيوبيا تنظر إلى السودان بعين الريبة، خاصة بعد المناورات المصرية السودانية المشتركة. كل هذه العوامل سوف تنشط كعوامل اختمار لأزمة مقبلة بين البلدين، قد تتطور مع التدويل المستمر للأزمات في القرن الأفريقي إلى شكل جديد من أشكال الصراع في المنطقة. هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناه لتناول تداعيات ومآلات التوتر في الحدود السودانية الإثيوبية بعد قيام رجال ميليشيات إثيوبية بنصب كمين لوحدة تابعة للجيش السوداني في منطقة الفشقة الحدودية. أما في الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في تيغراي بعد تصريح الأمم المتحدة بوصول المساعدات إليها، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كما ذكرنا في صدر نشرتنا الإخبارية مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، فلقد صرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن 18 شاحنة محملة ب570 طنا من المواد الغذائية وصلت إلى تيغراي، وأن الشحنة ستكفي حوالي 35,000 من المحتاجين لمدة شهر كامل. وصول المساعدات إلى المحتاجين خاصة اللاجئين الإريتريين في المعسكرات الرئيسية في تيغراي كمعسكر ماي عيني وعد حروج وحصاص مهم للغاية، لأن الأمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام القليلة الماضية من كارثة إنسانية في هذه المعسكرات بسبب نقص الإمدادات الغذائية والدوائية وكذلك الماء. ودعا ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بشكل خاص إلى التنبيه بخصوص التطور الخطير في أوضاع اللاجئين. والحقيقة أن هؤلاء اللاجئين خاصة الذين لم يستطيعوا مغادرة المعسكرات أثناء الحرب عانوا من ضغوط نفسية لا توصف بسبب المخاوف من الحرب والمخاوف الخاصة بمشاركة قوات إريتريا فيها، وهو الأمر الذي أكدته عدة جهات بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس الوقت أكدت مصادر لإذاعة إرينا
أن عناصر من الأمن الإريتري دخلت المعسكرات وقامت باختطاف أفراد ونقلتهم إلى إريتريا. هذه المخاوف دفعت العديد من هؤلاء اللاجئين خاصة الشباب إلى مغادرة المعسكر إلى 3 جهات، وهي أديس أبابا وغوندر والسودان. وبالفعل أكدت العديد من الأسر وصول بعض أفرادها الذين كانوا في المعسكرات إلى السودان مع دفعات اللاجئين من إقليم تيغراي. هذه إذاعة إرنا. الهاربون إلى أديس أبابا وغوندر كان مصيرهم أشد خطورة، حيث أكدت مصادر لإذاعة إرنا الدولية بأن قوات الأمن الإثيوبية قامت بحملات واسعة ومكثفة اعتقلت فيها المئات من الذين وصفتهم بالفارين من المعسكرات وأجبرتهم على العودة، كما طالبت السلطات الأمنية الإثيوبية من المتواجدين في المعسكرات بعدم مغادرتها لأي سبب كان. وكان هذا في ظل المخاوف من الاعتقال والاختطاف إلى إريتريا، حيث لا تتوفر أي حماية لهؤلاء اللاجئين في ظل اتهامات لبعض منهم بالتعاطف مع الحكومة السابقة لإقليم تيغراي، لا لسبب إلا لكونهم إريتريين مقيمين في الإقليم الناطق بلغة أغلب المتواجدين في المعسكرات. وكانت نفس السلطات الإثيوبية قد أعاقت سفر إريتريين كانوا بصدد التوطين في كندا ودول أخرى بمنعهم من تأشيرات الخروج بعد أن أكدوا حجوزات سفرهم، وذلك بسبب ما قالت السلطات الإثيوبية في تحقيقات معهم علاقاتهم مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. أخيرا، فإن العدد الإجمالي للاجئين في المعسكرات يتجاوز 100,000 لاجئ، بينهم أطفال وكبار في السن ونساء، وأن مساعدات الأمم المتحدة التي وصلت لا تغطي احتياجات السكان ولا حتى ربع المتواجدين في المعسكرات ولمدة شهر. ولم تذكر الأمم المتحدة إجراءاتها بخصوص مكافحة وباء كورونا، خاصة وأن ظروف الحرب قلبت الوضع رأسا على عقب. يظل مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام وضع اللاجئين الإريتريين في تيغراي وضعا خطرا، ويحتاج إلى متابعة خاصة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خاصة في ظل مخاوف اعتقالات واختطاف من المعسكرات، إضافة إلى عدم توفر الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء. هذه إذاعة إرنا. استمعتم في الجزء الثاني مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى تقرير حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي بعد إعلان الأمم المتحدة وصول أول مساعدات غذائية للإقليم بعد انتهاء الحرب هناك. قبل ختام فقرات برنامجنا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ميليشيات إثيوبية تنصب كمينا لوحدة عسكرية سودانية في الفشقة. أكد رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني وكذلك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن القوات المسلحة السودانية تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية في المنطقة الحدودية. وأضافت القوات المسلحة في بيانها أن الهجوم وقع أثناء عودة قوات من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل الأراضي السودانية، وأن القوات تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية. نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، مشيرة إلى أن الهجوم وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي. الأمم المتحدة تعلن بدء وصول الإغاثة إلى إقليم تيغراي. أعلنت الأمم المتحدة أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، التي كان الوصول إليها ممنوعا منذ أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد في مطلع نوفمبر الماضي عملية عسكرية ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن زملائنا من برنامج الأغذية العالمي نجحوا في إدخال قافلة يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف أن 18 شاحنة سلمت 570 طنا من المواد الغذائية. وقال أن القافلة توجهت إلى مخيمي عد حروش وماي عينين في تيغراي اللذين يستقبلان بشكل أساسي اللاجئين من إريتريا.
إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا، ورئيس وزراء إسبانيا يدخل فترة عزلة اختيارية. أكد قصر الأليزيه في باريس إصابة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بفيروس كورونا، ولكن البيان الرئاسي لم يحدد كيفية إصابة الرئيس. وقال البيان الرئاسي بأن الرئيس سيدخل فترة عزلة مدتها أسبوع، وسيمارس مهامه من مكان معزول. في نفس الأثناء قال رئيس الوزراء الإسباني بأنه سيدخل في عزلة طوعية بعد لقائه بالرئيس الفرنسي. تأتي إصابة الرئيس الفرنسي بعد رفع حالة الحظر العام في فرنسا استعدادا لأعياد الميلاد، ولا زال حظر التجول المسائي من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا ساريا حتى العام الجديد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعين الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وأتقبل كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.